طبعا اللي حصل النهارده في ماتش الاهلي ده حاجه فوق الوصف. يعني انت عملت ماتش الناس كلها قالت لك حاجه من ريحه زمان ليك يا كولر، انما ان احنا نخرج النهارده بالمنظر المهين ده وحرقه الدم الواحد فيها دي، انا من ساعه الماتش وانا دماغي بتغلي. ايه اللي يخليك يا كولر بتلعب قدام الجماهير دي كلها والدفعه دي كلها وتنزل تدافع؟ عملتها الشوط الاول معاك، من اول دقيقه في الشوط الثاني وانت بتاخد على عينك وواقف ساكت مفيش تغييرات. طب هنعمل لك ايه تاني يا عم؟ يعني انت عايز مننا ايه تاني؟ النهارده التغييرات يوم لما تيجي تغير تطلع امام عاشور وطاهر، احسن اتنين عندك في الملعب بينلوك بالكوره طلعتهم. نزل لي اشرف بن شرقي من بدري يبدا من بدايه الشوط الثاني تحذر بيه المنافس. صن داونز النهارده عرف ان انت خلاص هتدافع، هو نزل يا باشا الشوط الثاني قال لك عليا وعلى اعدائي. فين؟ هو يا عم هو احنا بنفهم كوره ولا بنعرف كوره لسه اليومين دول؟ يعني ده اقل مشجع للاهلي اللي بيفهم كوره واحده واحده على قده ويقول لك ايه اللي انت بتعمله ده. اشحال بقى انت جوه المنظومه، معاك اللعيبه ومعاك الاداره ومعاك الدنيا كلها، عايز مننا ايه؟ صن داونز معاهم مدير فني اجبن منك، بيخاف اكتر منك. النهارده اللعيبه عملت اللي عليها يا عم، انا ما لهمش ولا لاعب النهارده. اللعيبه النهارده انا ما لهمش اي لاعب. انت النهارده تشيل الليله كلها واللي فات كله انت تشيله. كنا هنخش على نهائي من اسهل النهائيات اللي انت كنت هتقابلها في الدنيا. نفسيا انت كنت هتبقى راكب على بيراميدز وهيبقى خايف منك مليون في المية ومش هيلعبك زي ما كل مرة بيلعبك. انت ضيعت من نفسك رقم قياسي وضيعته علينا. الناس اللي طالعه